خلينا نرجع بالزمن شويه كده لسنه 2007 لما نزل الفيلم ده. الناس وقتها كانوا بيخافوا من اي حاجه اصلا، لدرجه ان وقتها كانوا بيخافوا من البت اللي اتحولت لقرد. بس بصراحه هو الموضوع كان يخوف، يعني انا حتى كنت بخاف، ما كنتش عايز اروح الحمام لا تطلع تتهجم عليا ولا حاجه. وحوارات تانية كتير كانت بتخوف، زي لما اهلك كانوا بيقولوا لك ما تضحكش قدام المرايه عشان العفريت ما يطلعلكش. انا قصتي مع الرعب كانت مختلفه شويه، يعني لما كنت بتفرج على فيلم رعب وعاوز اروح الحمام كنت بولع نور البيت كله. ومش بس كده، كمان كنت بقول لابويا لما اروح الحمام يبقى انده عليا، ويا ريته ما عمل كده. اتخضيت اكتر ما انا مخضوض. المهم الموضوع ما وقفش على كده، كان في حاجات تانية غريبه بتخوف لدرجه الضحك، زي السجاده اللي كانت بتصلي. انت فاهم؟ سجاده بتصلي، يعني معرفش ازاي. لا وكمان نشوف قطه بتصلي. هو في ايه يا جدعان بقى؟ المنتجين بقى في الوقت ده شافوا ان الناس بتخاف من اقل حاجه، قال لك بس هنعمل فيلم رعب عشان نجيب فلوس، نبيع من اللي بيتباع عشان نكسب. نعمل ايه بقى؟ نجيب شويه عيال ونوديهم في مكان مهجور ونخليهم يموتوا واحد ورا التاني. ايه الرعب ده خلاص البنطلون بقى مبلول، البرستيج راح خلاص، اودي وشي من الناس فين دلوقتي؟ وفي الاخر نلاقي الفيلم بقى كوميدي. وعشان نعرف السبب اللي خلى الفيلم ده يتحول من رعب لكوميدي، تعالوا نشوف مع بعض. الفيلم بيبدا بحفله من حفلات الشباب الاغنياء في 2007. حفله غريبه فشخ، تحس ان هي افتتاح لمطعم لمحل، انت فاهم، مقله. هي دي حفلات الاغنياء دي زمان، يعني هم كانوا كده زمان. طب فين المخدرات بقى والممنوعات والمشروبات الكحوليه والحاجات اللي احنا بنشوفها دايما دي؟ فين بقى الشباب في 2007؟ كان غريب جدا. ونيجي للشاب وائل، ده برازيلي العرب، قاهر النساء بيحبوه بغباء، معرفش على ايه بصراحه، اللي هو ما فيش واحده هتعدي كده، فاهمين قصدي كويس طبعا. هنا بقى بيحاول ان هو يقنع صاحبته شيرين ان هو يتجوزها، طبعا الجواز بتاعه هو اللي هو مخترعه، وانتوا اكيد فاهمين برضه، بس هي بتقول له لا. وبعدين بنروح لاخت نانسي وهي بترقص مع شاب ملوش اي لازمه في الفيلم اصلا. بعد كده بنروح للشاب ياسر اللي عمال يشم في ظهر ايده، معرفش ليه، يعني تقريبا لسه حاطط برفيوم، او تقريبا هو كان معدي من قدام محل عطور دخلوه برشام على ايده تقريبا. ده بيخش يجيبها من شعرها بقى وعامل فيها غضنفر بقى كده، وبيخاف على الحته بتاعته وقام مطلعها بره، تروح مولعه سجاير قدامه. في 2007 برضه، يعني حتى برضه في 2007 كنتوا كده؟ انتوا لحد امتى الكلام ده؟ فهو طبعا بقى ايه، الشاب النحنوح اللي خايف عليها اللي بيحبها وهي اللي كده هو يعني، فبيقول لها انت مش وعدتيني انك هتبطلي السجاير وهتصلي الفجر؟ فين وعود بابا؟ ينفع كده؟ اخسى عليك. نبض قلبي بتجرحني. هو ليه وائل عنده لاج في الحركه وهو بيتكلم، يعني عامل زي لعبه سان اندرياس. وبتيجي بقى البنت دي في الاخر اللي هي بتخش والحفله بتنتهي وبتخلص على كده. بتعدي مده زمنيه وبنشوفه مكشر وواقف كده في مكانه وما نعرفش فيه ايه اصلا. هو ايه اللي حصل؟ طيب يعني إيه؟ في حاجات انتوا مش عايزين توريها لنا طيب ولا ايه؟ بس انتوا عارفين جو السينمائيين بقى والمخرجين، عايز يعمل سسبنس بقى وتفضل بقى مكمل الفيلم، الهوك اللي عارف انت، عايز يعمل خطاف عشان تعرف بكمل ايه الفيلم للاخر، زي ما انا عايزك تكمل الفيديو للاخر كده، فكمل الفيديو للاخر، كمله للاخر ها، عشان انا بتعب فيه. انا بقول لك اهو. بنشوفهم في مدافن يعني شكلها غريبه جدا، اللي هو اصلا يعني مدافن تفتح نفسك على الموت، انت فاهم انت؟ كلها زرع وشجر والتابوت بس، مفيش بقى قطط ميته، مفيش عرس، انت فاهم، مفيش بقى بواقي عظم فراخ. صاحبه الاستاذ ده بقى كانت هي ماتت تقريبا، وهو بقى ايه، كان هم مسافرين، فقال ايه يعدي يزورها ويقرا لها فاتحه بالمره يعني. هي غلطتي، انا نسيت مشاكل مدفونه هنا، يا ريتني سافرتكم من طريق تاني. بصراحة الموقف ده بيتكرر كتير جدا، وموقف سخيف. كل مرة ببقى رايح فيها الساحل لازم اعدي على المدافن بالغلط، انا معرفش ازاي بصراحة. بعد كده بقى بينطلقوا في رحلتهم وبيوصلوا للمكان اللي هيستجموا فيه بقى. ده منظر مكان الشباب كانوا بيخرجوا فيه في 2007. انتوا مقتنعين مكان زي ده هيكون فيه ايه بقى يعني؟ يا جن يا سفاحين يا تجار اعضاء بس يعني. لا في 2007 انت متخيل ان الشباب كانوا بيخرجوا في اماكن زي دي في 2007؟ يعني اللي اعرفه كانوا مثلا بيروحوا يعني العين السخنة مثلا. المكان ده ما بيهديش الاعصاب، ده بيهيج الاعصاب. ايه؟ بيهيج الاعصاب. يخشوا المكان بربطة المعفن كلهم، يلاقوا عم حسنين قاعد على المكتب ولما اخذ ماسك ازازه بيفك حصرته فيها. يا لهوي على قمه الرعب، ده انا مرعوب جدا. تدخل عليهم دكتوره عاليه، دكتوره السنان وهي مرات عم حسنين صاحب الهلومه دي كلها، وانتوا اكيد فاهمين الباقي بقى. بعد كده بقى بياخدهم الفراش وياخد شنطهم ويوزع عليهم الاوض والكلام ده، ويجي يقول لهم ان في قتيل اتقتل في الاوضه دي، وهم عادي جدا بيس دخلوا الاوضه عادي جدا وخلاص بقى يبداوا ايه رحلتهم. انا دلوقتي مثلا رحت فندق في مكان، واحد قال لي هناك ده في قتيل اتقتل في الاوضه دي، انا هسيب البلد كلها وهمشي. تخيل كده انت تخش اوضه واحد كان قاعد فيها قبلك، اخر فلوس دفعها في حياته دفعها في اوضه قبل ما يموت.
نايم على السرير وهو واقف لك في السقف اللي هو بتقوم اول خناقه ما بينهم على مين اللي هيبات مع الاستاذ وائل في اوضه واحده. معرفش هم متخايفين منه كده ليه، واضح ان مفيش حد طايقك يا. بيبدا وائل بقى ينتشر في المكان وياخد له جوله محترمه كده، بيقابل الدكتوره عاليه ويبدا بقى ان هو ايه يطبق اللي اتعلمه من ايه منتديات جوجل 2007 اللي هو بقى ايه الغمزه اللي مش عارف ايه الحاجات دي كلها اللي هي ايه كده. هو واد جامد فشخ. بالرغم من كل القذورات اللي انت شايفها فيهم، المخرج عايز برضه يبين لك ان هم ايه جواهم حته نظيفه برضه، اللي هو ايه الرساله الساميه من الفيلم ان هم لسه بقى ايه عيال صغيره بقى واطفال بقى وهبل بقى وبتاع والكلام ده كله. طبعا بيجي الشاب ياسر بيحاول يقنع الاخت نانسي ان هم يتجوزوا كده والحلال بقى ويقعد في بيت واحد بقى ويخلف عيال بقى وهي تاخد بالها من البيت وطبخ وهو يشتغل والكلام ده كله. بس هي طبعا لا، هي بابا وماما مطلقين. هي بتقول انت ازاي تتكلم معايا في حاجه زي كده؟ انت مجنون؟ نتجوز؟ انت عبيط؟ ايه اللي القلب دي؟ انا من انا محافظه، ازاي تقول لي نتجوز؟ انت ليه قلب على فكره؟ انا مش عارفك تاني. نتجوز؟ ايه نتجوز دي؟ انت فاكرني ايه من الشارع؟ انت مجنون؟ لا اوعى هنتجوز. قال تعالى الشقه على طول. بس بعد كده بيجي الشاب تامر افشخ مقلب في 2007 نازل من السقف لابس ماسك اللي هو بيباع في العتبه، اللي هو عارف انت ده اللي هو اللي كان ب 2 جنيه ونص ساعتها بقى، وحاسس سيجاره بقه. يا لهوي على الرنشنه، يا لهوي. الدكتوره عاليه بقى عملت نفسها مخدوده بقى عشان ايه تنتهزها فرصه وكده بقى. يلا استنى انت. بقول لك ايه، انت جاي تعمل فيها ذكر دلوقتي؟ ما تقطم بقى في ايه. بعد كده بنروح لهم هم قاعدين مع بعض وعم حسنين ماسك التفاحه عمال يقطعها ويهيم فيها يعني ولا كانها ببلاش، واضح ان فعلا التفاح كان رخيص ساعتها. فيلا بعز انا ما يهمنيش. بيبدا بقى يحكي له عن القتيل اللي اتقتل هنا بقى، والتاني بيتفاجئ بقى قوي كده اللي هو يعني ايه ده؟ ازاي ده؟ حول ولا قوه الا بالله، ازاي ده يحصل؟ الناس جرى لها ايه؟ على اساس ان انت لاممهم يعني عشان تروحوا دريم بارك يعني ولا ايه؟ مش فاهم. يكملوا بقى احتفالهم بالرقص الغريب بتاعهم ده، والفراش فوق بقى عمال ياخد اللي وراهم واللي قدامهم. يعني هو ما سابش حاجه في الدواليب خالص، يعني ما سابلهمش حتى 10 جنيه جابوا بقى ميكروباص حتى. هزار الشباب في 2007 بقى والجري بقى انت ازاي تعمل كده وبتاع ايه لحد جوه في الاخر. وبعد كده الفراش يلاقيهم في وشه بعد ما قشطتهم كلهم. بس هو بقى ايور بقى قال لك ايه يعني هيشكوا فيا بقى، ده انا هقول لهم بقى. بيقول لهم صاحبتكم مع دم برازيليان العرب فوق والدنيا خربانه خالص بقى. انا قلت اقول لكم عشان ايه ما حدش فيكم يكشف لي ان انا سرقتكم. نيجي بقى ليله الذوق كلهم يخشوا على الراجل الاوضه كده، يعني لا احم ولا دستور كده يعني خالص. يعني البيوت ملهاش حرمتها يا جماعه، يخشوا يقفوا في صف حتى العيال الصغيره. يعني هو حصل ايه عشان يعمل كل ده يعني؟ تبدا بقى مشاكل والمعلم ينزل بقى يقعد يزعق وينعر بقى في وسط المكان كله. تعالى مش هسيبه يا حيوان زباله مش عارف ايه. حتى هما في 2007 الشتايم عندهم كانت مختلفه، يا حيوان يا سافل يا زباله. حتى من الكلب دي ما كانتش تتقال يعني، فاهم انت. دلوقتي طبعا دلوقتي ايه بقى خلاص بقى. بس برضه الشباب في 2007 كان عندهم لا مبالاه يعني. واحد قتل في المكان لا عادي، شكليات دي يا راجل. ايه يا جدع انت اسكت، انت بتقول ايه؟ واحد كان صاحبه مع صاحبته لا ملوش حق تصدق. نروح بقى للبنت الصغيره وهي بتقول له اختار انا عايز اسيب المكان المقرف ده بقى وكميه الكساره اللي حصلت دي، وعايز اروح بقى ايه العب لي مزرعه سعيده كده، اتفرج لي على مسلسل الجاسوسات اي حاجه من الحاجات دي، اعيش حياتي كطفله يعني. وهما بقى بيتكلموا يطلع عفريت ورا ستاره الشباك بقى دي بقى ايه تفتح الجعور على الرابع بقى وتقعد تصوت بقى طفله يا جماعه. بس في ثانيه لثانيه بقى العفريت يرد عليهم ويروح مولع لهم في المكان كله باللي فيه بقى. يلا بقى الحاجه الوحيده بقى الصح اللي عملوها في الفيلم كله ان هم اول ما شافوا الحوارات دي راحوا واخدين عم عربياتهم وقال لك نتكل على الله. لا ما فيهاش بنزين. بس ثانيه واحده، هو انت بتكلكس ليه؟ بعد كده بالله الشاب وائل طلع اوضته من غير اي سبب مقنع يعني. انت مين؟ وعايز مني ايه؟ هو ايه اللي مين اللي خدك شمال ويمين يا عم تجري؟ هيكون جاي يعمل ايه يعني؟ هيكون جاي يشكل قدامك يعني؟ في ايه؟ واحد جاي شكله امه سفاح في ايه؟ غرفه ده بقى نط من الشباك اجري انزل تحت السرير اعمل اي منظر. السفاح بقى اتخنق من غماوته راح ايه ناتش واحده في رقبته ظبطت له الدنيا. يخشوا بقى مخدودين كلهم من بشاعه المنظر، زائد ان شيرين اصلا داخله مخدوده من قبل ما تخش الاوضه. فيبداوا بقى ان هم كلهم يتكاثروا بقى على ياسر بقى ان هو قد كلمته بقى طلع راجل في الاخر، وقال لك بقى اقتله بقى واخلص النسوان كلها من شروره بقى. بس بعد كده نروح لعم حسنين والدكتوره عاليه وهم بيتخانقوا مع بعض بقى، وهي مستحملاه بقى وبتهدده انها تفضحه بقى وكده، وفي الاخر ايه بيريح دماغه وراح ايه ظارفها واحده كمان مخلص عليها. طبعا هم بدل ما يخرجوا من المكان المعفن ده يعني المكان المرعب ده ويجروا بقى ايه كل واحد على بيته، لا يقفوا يقعدوا يسالوا نفسهم هو اللي كله بيحصل وبتاع. هم مستمتعين جدا باللحظات المقرفه دي. وبعدين بقى ما بيصدقوا ان هم يتفرقوا، يعني اي فرصه تجيلهم ان هم كل واحد فيهم بقى في ناحيه قشطه
يلا بيس احنا دايسين. والشاب تامر بياخد خبطه عبيطه جدا بصراحه، ما اعرفش هو تقريبا خدها بايده يعني اللي هو ايه، ولا جزع الشجره في وشه راح عامل برضه دي بتعمل غباء نفس اول جثه معاه، تفضل في مكان لوحدها وتقعد تقول لا مش عارف على اساس ان هو كده يعني، ولا لا سوري انا اسف انا جيت لك في وقت مش مناسب. ايه الغباوه دي؟ انا ما اعرفش بصراحه السبب المنطقي اللي خلاهم ينزلوا تحت في المخزن ده، ما اعرفش فيه ايه يعني. الناس بتتقتل بره وهم جايين يستكشفوا المكان، يعني جايين رحله استكشاف في ايه يا جدعان؟ وما اعرفش ليه بيخافوا من كل حاجه مطربه يعني، ما اعرفش هم تقريبا بنات ايه بيجي في دماغهم ايه حاجه مطربه بقى تنظيف وبتاع، فدول بيخافوا من الحاجات دي، هم بيخافوا حد يقول لهم نضفوا ده ولا اعملوا دي، هم عندهم خوف من النظافه عشان هم معفنين اصلا كلهم. برضه بتعمل نفس الغباوه وتبقى قاعده في مكان لوحدها والسفاح بقى بيخش عليها عشان يستفرد بيها بقى اللي هو ايه يعني، وتحس ان هو بيتمشى اللي هو بيتغندر وهو ماشي بقى اللي هو ايه هيقتلها بدم بارد بقى، فاهم انت؟ يجي بقى الفراش يديله واحده على دماغه ايه زي الفل، يقعد بقى يضحك لها ويغمز لها بقى لو شفتي انا بطل ازاي مش عارف ايه. يا عم كسر دماغه يا عم، يا عم ادعس دماغه برجلك، اعمل اي منظر، خدها واجري لسه هتقعد تتفخم لي. طبعا الفرحه ما بتكملش، راح هو صاحي مديله نتشه كده في رجله حلوه ايه تفوقه بقى. طبعا بيمسكوه بقى والكابتن ياسر بيفشخوا ضرب بقى انت فاهم، ويكتفوا في الاخر وقعد بقى ايه يعترف لهم بقى ويقول لهم ده القتيل اللي اتقتل بقى وانا شايك فيه، وهو بيتكلم انت فاهم، راح جاي له امساك كده مره واحده انت ما تعرفش من ايه بصراحه. بقى في الاخر بيتفرقوا تاني بقى، وهي بتبقى قاعده برده في المكان تاني، وهو بقى بيخش عليها بيمسكها بقى، وراح جاي معلم بقى مديله واحده على راسه تاني. دي مش ضربه، ده ايه ده انت بتعمل ايه يعني؟ البطل بينتصر في النهايه والخير ينتصر في النهايه، ياخدها بقى تحت كتفه كده ويمشي، يروح واقف ايه كده يسال نفسه سؤال، مين اللي كان بيقتل فينا ده؟ فيجي عنده بقى يروح ايه شايل الماسك من على وشه، يلاقي بقى صاحبهم اللي كان بيشتغلهم بقى وعامل نفسه ميت تحت المايه وغرقان في دم وبتاع. وبيخلص الفيلم بافشخ بلوت تويست انت ممكن تشوفها في حياتك، ان السفاح اصلا في المستشفى وكان غيبوبه وكان بيحلم بكل الهبل اللي حصل ده. وبصراحه دي اكتر حاجه منطقيه وعاقله في الفيلم، لان الكلام ده اصلا ملوش اي منطق اساسا ما يحصلش اساسا. بعد كده بقى بيفوق وعايز ينفذ بقى الخطه اللي حلم بيها. يا ريت بقى نتمنى انها تبقى واقعيه شويه ويبقى فيها ايه شويه ذكاء يعني فاهم انت، ما تبقاش عبيطه كده وهبله يعني.